وياكم حسان الآلوسي من دورة أدوات الفوتوشوب. اليوم إن شاء الله بهاي الدورة راح نتعلم برنامج تحرير الصور أو معالجة الصور المشهور أدوبي فوتوشوب. راح نتعلم هذا البرنامج من الصفر لحد درجة كبيرة من الاحتراف، يعني راح تتعلم بها كل شي تقريبا عن الفوتوشوب أو بدايات الفوتوشوب، بس هي تعتبر كل شي بالفوتوشوب، لأن بقية الأشياء تقدر أنت تستكشفها وحدك. يعني أنت تظل تلعب بالصور لحد ما تستكشف بقية الأشياء. بس المهم احنا عندنا الأشياء الأساسية بالفوتوشوب راح نتعلمها بهاي الدورة. واكيد الفوتوشوب برنامج واسع وحيل كبير، يعني ما نقدر بدورة واحدة نغطي كل الاشياء الموجود بالفوتوشوب، ولا اكثر من دورة اصلا، ولا 10 دورات. اللي احنا راح نسويه، اللي اقصد اللي احنا راح نشرحه بهاي الدورة ان شاء الله راح يكون على هاي الادوات. راح نشرحها واحدة واحدة وشنو عملهن وبيش نستفاد منهن، وراح يكون عن كل درس راح ناخذ لنا كم أداة. وهم راح نشرح عن شوية عن الفلاتر وشلون راح نضيف الصورة بالفوتوشوب، وشلون نطلع الصورة، صيغ الصور، اللايرات والماسك، وكل هذا الأشياء إن شاء الله راح نتعلمها بالفوتوشوب. والرسم همين، يعني اللي نقدر نشرحه إن شاء الله بهاي الدورة مو قليل. يعني نقدر نطلع باحتراف ناس اذا تابعوا الدورة، تقدرون تطلعون محترفين من هاي الدورة ان شاء الله، حتى لو تبدون من الصفر. وحتى المحترفين راح تفيدهم هاي الدورة، لان اكيد راح يتعلمون اشياء وينضاف لخبرتهم اشياء، وهم يفيدون بقية الاعضاء بتطبيقاتهم باشيائهم. الدورة راح تبدي ان شاء الله. ننزل الدروس، اقصد ننزل المقدمة وشوية مقدمة عن الفوتوشوب والشرح عليه، يعني نبدأ مختصرة عنه. راح نبديها من باكر يمكن او عقب باكر ان شاء الله حسب الوقت. وراح تكون اسبوعين تسجيل بالدورة، على مود تسجلون طبعا من خلال منتديات حزن العشاق، منتديات نبض عراقي. والدروس راح تنزل على قناة حسان العلوسي باليوتيوب، يعني اي مكان تتابعونه يكون احسن لكم. طبعا بالمنتديات الاثنين اللي هو حزن الشاق ونبض عراقي، تتابعونا من عنده على مود تستفادون من هاي الدورة ان شاء الله. نفس ما قلت لكم يوم ورا يومين او يوم راح نبدي ننزل راح نفتح موضوع التسجيل على مود تقدرون تسجلون بها. مدة التسجيل راح تطول اسبوعين، على مود هم تقدرون تجهزون حالكم يعني، وتشترون اقراص الفوتوشوب وتنصبوه. هم راح باكر او عقبه راح انطيكم بالمقدمة شلون تنزلون الفوتوشوب وشلون تنصبوه وشرح التنصيب. وراح تكون هناك اسبوعين عما ينزل الدرس الاول، يعني يوم ان شاء الله 22 من الشهر السادس راح ينزل الدرس الاول بالفوتوشوب من دورة ادوات الفوتوشوب. وطبعا انتوا اللي هسه تنصبون تقدرون اي فوتوشوب، مثلا السي اس 4. انا راح استعمل بالدورة هاي ايدو فوتوشوب سي اس 4. طبعا ايدو فوتوشوب سي اس 4 مي، يعني نسخة الشرق الاوسط، على مود يكتب يدعم كتابة باللغة العربية. هاي واجهة البرنامج. طبعا ماكو اي فرق بين الفوتوشوب بالسي اس 4 او سي اس 5 او سي اس 3، كلية نفس الشي. وحتى الفوتوشوب الثامن او السابع. بس انا افضل يعني انه تتابعون نفس الفوتوشوب. فالشغلة بسيطة، بمجرد انكم تروحون على اي ابو محل يبيع اقراص وتطلبون من عند الادوبي فوتوشوب سي اس 4 اكستاند مي، يعني نسخة الشرق الاوسط، على مود يكتب باللغة العربية. وهاي نفس ما مكتوب قدامكم، على مود تكتبولها وتنطوها له بالمحل، هو يعرف بعدين ينطيكم السي دي. وشرح التنصيب موجود، واي استفسار أنا موجود همين اذا ما عرفت التنصيب مثلا. همين تنصبون الفوتوشوب تجهزون حالكم بهذين الاسبوعين. واذا عندك فوتوشوب اوكي، خلي الفوتوشوب مالتك وجهزه. من الاسبوعين يوم 22/6 ننزل اول درس بالفوتوشوب بدورة ادوات الفوتوشوب عفوا.
وان شاء الله تكون الدورة مفيدة وسهلة عليكم، وانا يعني ورا كل درس راح ناخذ اسبوع همين، يلا ينزل الدرس الثاني، وراح تشوفون تطبيقاتكم وانطيكم ملاحظات عليها، وراح اكيد همين اساعدكم باي شي وباي استفسار وملحقات للدروس. مثلا اذا طلبت فد شي شغلة ما تعرفها، استفسارات ورا كل درس، ان شاء الله يعني ما راح نخليكم تطلعون من هاي الدورة اذا ما تعرفون انتو شنو الفوتوشوب وشلون تستعملوه بدرجة محترف. المهم عندك كل اللي تسويه هسه خلال هاي الاسبوعين انك تسجل بالدورة، تسجل اسمك وتقول انا مشترك بالدورة، وتحط بالتوقيع مالتك مشترك بالدورة اللي هسه راح انطيكم الصورة مالتها. وبعدها تنتظر الدروس من الاسبوعين، تنتظر الدرس الاول، بس المهم انك تجيب نسخة الفوتوشوب نفس ما قلت لك وتنصبها، ونتقابل بالدروس ان شاء الله يوم 22/6 ينزل الدرس الاول. كان لكم اخوكم حسان العلوسي، طبعا على منتديات حزن العشاق ومنتديات نبضي عراقي وقناة حسان العلوسي. تحياتي لكم.